is my honor to bring him out here now for you all. On your feet, ladies and gentlemen, for your hometown hero, for the one, for the only, the greatest of all time, John Cena! هتكلم النهارده عن جون سينا وبروك ليسنر ورومان رينز وسيس رولينز وراندي اورتن وحاجات كتير قوي. نبدا بس الاول كده بالراجل اللي العالم كله اتكلم عنه، فانا عايز اتكلم انا كمان. يعني هي جت عليا ناس كتير كانت شايفه ان ده ال نايت، لان ال نايت اخر فتره كان متضايق واحتمال كبير انه يتحول هيل ومش عارف ايه. الدبليو دبليو اي بترد عليك وتقول لك ان ده مش ال نايت، والناس اللي بتقول ده جيكو فاتو. يا جدعان جيكو فاتو لما يرجع هيرجع على المصارع اللي طرم له اسنانه. بالنسبه بقى لراندي اورتن وكريت جيركو فدول مستبعدين تماما. الفيجن مش محتاجين راندي اورتن وكريت جيركو. برون بريكر دلوقتي بقى عالي قوي وهتقولك في صوره المين ايفنت ومعاهم بول هيمان، فالدنيا تمام مع الفيجن. اللي بيعمل ده هو محتاج ينضم للفيجن. هو شاب 100%، وزي ما معظمنا متوقع انه اوستن سيري، لان برضه في اخبار كتير بتقول ان اوستن سيري كان متخطط له يكون في الوار جيمز، ولكن اصابه سيس رولينز هي اللي بوظت الدنيا. السؤال هنا بقى، هل سيس رولينز متفق مع الراجل ده علشان ينضم للفيجن ويديلهم الامان ويساعدهم وفي الاخر يغدر بيهم؟ ممكن جدا ده اللي يحصل. وخلاص كده عودة سيس رولينز اتحرقت. بخ طلع يتكلم وقال ان سيس رولينز هيرجع قبل ريسل مانيا، فاحتمال كبير يرجع في ماتش بانك وبريكر ويضرب برون بريكر او يضربهم هما الاثنين. المهم اخرة الحوار ده ان سي ام بانك هيفضل محتفظ باللقب، وهيحصل ماتش ثلاثي على اللقب في ريسل مانيا. اصل لو برون بريكر ضد بانك في ريسل مانيا سيس رولينز هيعمل ايه؟ فبنسبة كبيرة انا متوقع ان ده اللي هيحصل. المشهد اللي قفلنا كلنا، فكره ان رومان رينز خلاص هيكسب الرويال رامبل دي مضايقاني جدا. دلوقتي انت حرقت علينا افضل ماتش واكتر ماتش بنستناه كل سنه اللي هو الرويال رامبل. احنا دلوقتي داخلين الرويال رامبل وعارفين ان رومان رينز هيكسب. فين الحماس؟ قول لي فين الحماس؟ فيا ريت تحصل اي مفاجاه في الماتش ده ورومان يفوز بالتشامبر وخلاص، يعني مش لازم الرامبل، لانك في المشهد ده كده بوظت وحرقت الطريق لريسل مانيا. اتمنى ان يحصل اي تغيير، يعني لو في ريسل مانيا كودي رودز ضد رومان رينز، كودي رودز يتحول لهيل مثلا، او نحشر معاهم درو ماكنتاير او بروك ليسنر او راندي اورتن، اي حاجه. المهم الماتش ده بالنمط ده ما ينفعش يتكرر تاني. حتى عودة جيكو فاتو اتحرقت علينا. جيكو فاتو هيرجع قبل ريسل مانيا هو كمان. مين بقى اللي ضرب جيكو فاتو في ليلتكو ده؟ عشان احنا نسينا خلاص المشهد ده. انت لو عاوز تبوظ السيناريو وتخليه سيناريو تعبان قول لي ان سولو هو اللي ضربه او تالاتونجا او جيم اوسو. انما لو عاوز تبني قصه حلوه في 3 عندك: راندي اورتن، درو ماكنتاير، كودي رودز كنت شاكك فيه قوي، بس دلوقتي خلاص انت كودي رودز هيخلص من درو ماكنتاير هيروح لرومان رينز. خلصت. كودي رودز مش هو اللي عمل كده، راندي اورتن. احتمال كبير راندي اورتن يكون هو اللي عمل كده، وانا كنت متاكد بنسبه 100% انه مش درو ماكنتاير. دلوقتي بقيت متاكد بنسبه كبيره ان اللي ضرب جيكو فاتو هو درو ماكنتاير، لان خلاص بعد اللي عمله كودي رودز ودرو ماكنتاير احتمال كبير نشوف ماتش بينهم في الرويال رامبل. يلا هنخسر درو ماكنتاير ازاي المره دي؟ هنخسره ازاي؟ جيكو فاتو ضرب درو ماكنتاير اللي ضربه. يلا خش يا جيكوب اضرب درو ماكنتاير وبوظ عليه الماتش علشان تلعبوا انتوا الاثنين ضد بعض في ريسل مانيا. مش محتاجة حاجة يعني. رغم ان عادي جدا درو ماكنتاير هو اللي يفوز على كودي رودز وياخد لقب الدبليو دبليو اي ونروح لريسل مانيا ماتش ثلاثي رومان رينز ضد كودي رودز ضد درو ماكنتاير على لقب الدبليو دبليو اي. بس ولا اي حاجه، درو ماكنتاير هيخسر بسبب تدخل جيكو فاتو وهيروح لريسل مانيا وجيكو فاتو هيهزم درو ماكنتاير علشان ياخد الدفعه. تمام يا عم تمام. زي ما احنا عارفين طبعا انه جونتر فاز على ال نايت، وهو اللي هيلعب ضد جون سينا في ماتش اعتزاله وهيهزم جون سينا ومش عارف ايه. طيب ليه جون سينا ما يفوزش؟ اولا كده جونتر تقيل وبطل عالم مرتين ومش محتاج يفوز على جون سينا. فوزه على جون سينا ولا هيقدم ولا هيأخر، والماتش ده انا مش عايزه يمشي نضيف، علشان لو مشى نضيف كده كده جونتر هو اللي هيفوز. في حاجه بقى تاهت عننا كلنا دلوقتي، اعلان ريسل مانيا في كودي رودز ورومان رينز وبانك وبروك ليسنر، وعرفنا بنسبه كبيره ان رومان رينز ضد كودي رودز وبانك ضد برون بريكر. طيب بروك ليسنر بقى، ونقف هنا لان هتكلم عن بروك ليسنر، وطالما هتكلم عن بروك ليسنر اذا ارمي المنطق على جنب، لان بروك ليسنر يعمل اللي هو عايزه، يدخل يساعد كودي رودز وبعدين يغدر بيه عادي، يدخل يدب في جون سينا مرتين بدون اي سبب عادي. هو بروك هيخش يعمل اي حاجه ومش هيديك سبب،
فما تستغربش بقى لما تلاقي بروك ليسنر داخل يدب في جونتر ويساعد جون سينا ويروح لماتش في ريسلمانيا جونتر ضد بروك ليسنر. بس في سيناريوهات تانية افضل من ده كله بكتير. بروك ليسنر هيدخل يمارس عادته المفضله، يدخل يدب في جون سينا علشان يودعه يعني وكده، ما هو ده الوداع بالنسبه لبروك ليسنر. فجونتر يتضايق ويشد مع بروك ليسنر لانه بقى عايز يفوز على جون سينا نضيف ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيحصل ما بينهم اي خناقه وبروك ليسنر يعمل اف 5 لجونتر وجون سينا المهم جون سينا هيفوز في النهايه يعني وسط كل ده. ونروح برضو الماتش في ريسلمانيا بين جونتر وبروك ليسنر. في بقى سيناريو تالت افضل من ده كله، بروك ليسنر يخش يدب في جون سينا، يدخل له مين بقى؟ ذا فايبر راندي اورتن، ويرزع واحده ار-كي-او، وفي وسط كل المدعكه دي جونتر يتشتت وجون سينا يستغل ده ويفنش ويثبت ويفوز. ونروح لماتش جامد في ريسلمانيا بين راندي اورتن وبروك ليسنر. استنى بقى علشان في سيناريو رابع وافضل من ده كله ومنطقي جدا. بروك ليسنر يدخل يدب في جون سينا، يدخل له راندي اورتن ويديله الار-كي-او الجميله، يقوم جونتر ويلاقي راندي اورتن في الحلبه ويشد معاه او يشد مع بروك ليسنر، المهم اي حاجه تحصل بينهم هما الثلاثه، او راندي اورتن يدي كل واحد فيهم ار-كي-او، اي حاجه تحصل بينهم هما الثلاثه وجون سينا يفوز. ونروح لماتش ثلاثي راندي اورتن ضد جونتر ضد بروك ليسنر في ريسلمانيا. بذمتك في احسن من كده؟ اصل معلش جون سينا لسه خسران من البتاعه دي ومش هنخسره تاني في ماتش اعتزاله، وبرضه لما يحصل تدخلات من مصارعين كبار زي بروك ليسنر وراندي اورتن الحماس هيعلى، احسن ما الماتش يمشي نضيف وهتبقى عارف ايه اخرته. ده اخر ماتش لجون سينا يا جدعان، ما يقلش عن اي مين ايفنت ريسلمانيا، لازم بجد يحصل مفاجآت كتير في الماتش ده. في حاجه بقى سمعتها واخبار كتير بتقول ان الروك هيرجع ويقول لجون سينا روحك لسه معايا وانت مش هتعتزل، ويحصل عداوه بينهم وفي الاخر جون سينا يعتزل على ايد الروك. ايه يا عم ده كده استخفاف بعقولنا، كده استهزاء بينا بجد. انت شايف ان ده منطقي؟ شايف ان ده كده واقعي؟ اصلا انا مش عايز اشوف الروك في الحلبة مع جون سينا تاني، عارفه انا مش عايز الروك يحضر ماتش اعتزال سينا خالص ولا يحضر مع الجماهير حتى. في حاجه بقى متخلفه سمعتها، بيقول لك ماتش اعتزال جون سينا هيكون افتتاحيه العرض. اللي هو انتوا بتقولوا يا جدعان بتهزروا؟ يعني هيعتزل في عرض زباله زي ساتردي نايت مين ايفنت وكمان مش حدث رئيسي؟ ده يبقى عبث ما بعده عبث. بس ان شاء الله ده مش هيحصل اكيد، يعني ماتش كودي رودز والراجل المحترم ده مش هيبقى مين ايفنت، انت عارف اخرتها كودي رودز هيكسب، فمفيش اي مفاجاه في الماتش ده، فاكيد الماتش ده هيكون افتتاحيه العرض. وجون سينا زي ما احنا عرفنا كلنا انه هيظهر في عرض الرو بعد ريسلمانيا، وانا اعتقد ان ده هيكون ظهور شرفي او ممكن يدخل في اي سيناريو، انما انه صارع تاني لا ده مش هيحصل. هو جون سينا بنفسه صرح كتير ويعني اكد على المعلومه قوي انه مش هيصارع تاني بعد اعتزاله. 2025 خلاص بتخلص، وبصراحه سنه زباله للدبليو دبليو اي، وده لانهم اعتمدوا بشكل كبير على اللحظات وما قدمولناش قصص عدله، فهي سنه مليئه باللحظات الحلوه والوحشه برضو. فاستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي عن اكتر 10 لحظات صادمه في 2025، وفي عداوتين كمان جايين في السكه ان شاء الله. وبس مستني اعرف رايكم في الكومنتات على كل اللي قلته ده، لان اتكلمت على حاجات كتير قوي. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو مهتم بمحتوى القناه تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.